السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة في الجول ترحب بكم في هذا الفيديو الجديد. يحتضن ملعب الإنماء مواجهة هامة تجمع بين نادي الاتحاد السعودي ونظيره نادي الخلود ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-26. الاتحاد يدخل اللقاء بعدما حقق تحسنا واضحا في النتائج مع المدرب الجديد سيرجيو كونسيساو، ويبحث عن الاستمرار على هذا المستوى. تاريخيا يمتلك العميد أفضلية واضحة وسطوة كبيرة في مواجهاته الأخيرة أمام الأخدود، حيث حقق الاتحاد انتصارا 4 مرات في آخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي. بالنسبة للمباراة فموعدها سيكون في الجولة 18 من دوري روشن يوم الاثنين 26 يناير كانون الثاني 2026 على مدينة الإنماء، حيث تنطلق صافرة بداية المواجهة في 8:30 مساء بتوقيت السعودية، 9:30 مساء بتوقيت الإمارات، 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 6:30 مساء بتوقيت المغرب، 5:30 مساء بتوقيت جرينتش. هذا وتمتلك شبكة قنوات 8 رياضية سعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وكذا شمال إفريقيا، وسوف يتم نقل مواجهة الاتحاد القادمة ضد الأخدود من خلالها. إلى هنا نكون قد استوفينا كل ما لدينا لهذا الفيديو بالنسبة لمباراة الاتحاد والخلود. لا تنسوا أن تدعمونا باشتراك في القناة، تضغط زر الإعجاب وتفعيلا للجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.